الاسماعيلي هيهبط. يعني الصمبا البرازيليه، يعني برازيل الكرة العربية والمصرية والأفريقية خلاص مش هنشوفه تاني. اقنعني ازاي تصدق ان انت ممكن تشوف الدوري ومفيهوش الاسماعيلي؟ بجد حاجة تحزن. الاسماعيلي نادي ممتع، نادي كنت زمان تحب تتفرج على مطوشته وتستنى المطوشة بتاعته زي ما بتستنى مطوشة الاهلي والزمالك، كانت حاجة ممتعة. تخيل معايا بقينا خلاص دوري شركات، تخيل معايا الدوري فيه 18 فرقة، 6 بس أندية جماهيرية و12 يعني الضعف أندية شركات. أنت ما عندكش دلوقتي أندية جماهيرية غير الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري وغزل المحلة والاتحاد. تخيل ما بقاش فيه، والغزل بيطلع سنة وبينزل سنة بيبدل مع البلدية، والاتحاد من 2 3 ولا 4 سنين كان هيهبط وغيروا نظام الهبوط بسببه وعملوا فرقة تطلع زيادة وفرقة تنزل أقل وقصة كده، ولا كان زود عدد الفرق. طب دلوقتي هيلحقوا الإسماعيلي ولا هيسيبوه؟ ما ينفعش نشوف الدوري من غير الاسماعيلي. احنا الدوري المصري ده اللي بقى انديه شركات كان مصنف اقوى دوري في الشرق الاوسط وفي افريقيا واقوى دوري عربي لحد سنه 2010. مواليد الثمانينات والتسعينات يحكوا للاجيال اللي طالعه دلوقتي اللي ما شافتش يعني ايه انديه جماهيريه، يعني ايه كل محافظه في نادي بيمثلها. يعني كنت تلاقي الاسيوط نادي والقنا نادي والمنيا نادي والسوهاج نادي، كل حاجه، والفيوم نادي، كل المحافظات كان لها انديه. كنت تلاقي جمهور في كل المطوشه، كنت تتفرج على متعه بجد. الاستادات دي كانت متقفله، مطوشه الاهلي والزمالك ده الاستاد ما كانش بيبقى فيه رجل. مش دلوقتي عشان تلعب ماتش اهلي والزمالك بجمهور تروح السعوديه والامارات وقطر، وهنا عشان تلعبوا بجمهور تلعب لي ب 5000 و5000، ويوم ما زودوها شويه خلوها 10000 و10000. خلاص هي بقت انديه شركات. كان في شركات ومصانع بتعمل لكل شركه تعمل فرقه باسمها ويسموه دوري الشركات. دلوقتي احنا دوري شركات، ما هو ما فرقش عنه، دوري شركات. ما تحبش تتفرج عليه، مفيش مطوشه تشدك، هو مطوشه تتفرج كل واحد بيتفرج على فريق. الاهلاوي بيتفرج على ماتش الاهلي والزمالك، والاهلي والزمالك بيتفرجوا على ماتشات بعض. انما غير كده ما تستناش ماتشات حد، مفيش متعه، مفيش اثاره. حتى بيراميدز ماتش، اصل ماتش من غير جمهور ملوش طعم، ملوش متعه. انت ليه بتشوف بره الماتشه رقم واحد فيها المتعه هو الجمهور؟ انت لما الاهلي والزمالك بيروحوا يلعبوا بره بالاستاد ساعه كامله بتحس بمتعه تانية خالص، وبتحس ان احنا يعني الكوره بتاعتنا جميله وحلوه. ولما هنا اهلي والزمالك بيلعبوا في افريقيا والاستاد بيبقى كامل العدد وبياخدوا الساعه كامله، بتحس بمتعه تانية خالص. ليه؟ هو روح الكوره في الجماهير، فعلا الكوره للجماهير، الكوره مش للشركات، مش لانديه الشركات، الكوره للجماهير. بجد لازم يشوفوا صرف الموضوع ده، يبيعوا الانديه بقى اللي هي الضعيفه والصغيره دي اللي هي اتنهبت واتشقلبت حالها وما بقاش معاها فلوس، وكل المجالس اللي مسكوها نهبوها ويبيعوها للمستثمرين العرب بقى ويتصرف عليها ويحيوا الانديه الجماهيريه تاني. احنا زمان كان في فرقه اسمها الترسانه، الاجيال بتوع دلوقتي ممكن ما يسمعوش عنها، كانت نادي قوي، نادي كان بيطلع نجوم، نادي كان ليه جماهير، كان الملعب بتاعه في 100 عقبه جنب ملعب الزمالك وكان بيلعب عليه الماتشات بتاعته. بجد كانت حاجه متعه. انما دلوقتي خلاص مبقاش في متعه، مبقاش في اثاره، بقينا اسوأ دوري في الشرق الاوسط.